الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، وبعض أولدته من غير آب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعا ونجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستخفف من مدة إلى مدة إقامة لدينك وهجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا لمن هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالعهد إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما التجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك
وأوتعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وهففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك وبعثته أن تظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي من كنت مولاه. از حجت الوداع داره میاد جبرئیل نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ایستاد فرمود بگید اونایی که جلو رفتن برگردن، اونایی که پشت سر بودن رسیدن، جهاز شترها رو هم قرار دادن. رسول خدا بالا رفت شروع کرد به خطبه خوندن، قریب به 2 ساعت خطبه خواند. یه وقت دیدن دست علی مرتضی رو گرفت بالا برد، صدا زد من کنت مولا فهذا علی المولا. هر که من مولای اویم این علی مولای او بود.
خدایا به حق امام رضا علیه السلام در نسل ما غیر از محب خالص الولا علی مرتضی قرار مده. من کنت مولا فعلی مولا اللهم واله من والا وعاده من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل وقال من كنت انا نبيا فعلي امير وقال انا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور علی جان فردای قیامت شیعیان و دوستان تو بر منبرهای از نورند مبیضة وجوه خوشا به عالمتون در حالی که صورتاشون میدرخشه حولی فی الجنت همه تو بهش اطراف منن و هم جیرانی و همسایه های منن ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی علی جان اگه تو نبودی مؤمنین بعد از من شناخته نمی شدن و کان بعده هدی من الضلال و نورا من العمی و حبل الله المتین و صراطه المستقیم لا یسبق بقرابة فی رحم ولا بسابقة فی دین ولا یلحق فی منقبة من مناقبه یحذو حذو الرسول صلی الله علیهما و آلهما و یقاتل علی التأویل ولا تأخذه فی الله لومة لائم قد وتر فیه صنادید العرب و قتل ابطالهم و ناوش ذعبانهم فاودع قلوبهم احقادا بدریه و خیبریه و
هنینیت و غیرهن فذبت علی عدابته و کبرت علی منابذته حتی قتل الناکثین والقاسطین والمارقین ولما قضا نهبه و قتله اشقى الاخرین یتبع اشقى الاولین لم يمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله فی الهادین بعد الهادی والامة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه و اقصاء ولده الا القلیل ممن وفى لرعایة الحق فيهم فقتل من قتل و صبیان و اقصی من اقصی و جرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة اذ كانت الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى التائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله أين بقية الله أين بقية الله أين بقية الله امام زمانمون کجاست یوسف فاطمه کجاست مولا و صاحبمون کجاست کی میاد صبح جمعه‌ای که ببینیم تکیه به دیوار خانه کعبه کرده صدا میزنه یا اهل العالم انا المهدی انا الامام المنتظر
أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقتدى والما أين المنتظر لإقامة الأمس والباد أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والصلاة أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع هبائل الكذب والافتراء أين مبيد الأتات والمرض أين مستأصل أهل النادر والتذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين معز الأولياء ومذل أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا کجاست آقای مضطری که تا دعا کنه دعاش مستجابه أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والهما يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا
ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المذيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزائرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبع العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحکمات یا ابن الحسن داریم تو رو صدا میزنیم تو رو میخونیم آقا جانم یا ابن یاسین و الذاریات یا ابن الطور و العادیات یا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین و ادنی دنوا و اقترابا من العلی الاعلی لیت شعری این استقرت بکنوا ای کاش میدونستم کجای آقای من کف پات و سرمه چشمانم میکردم عزیز فاطمه لیت شعری این استقرت بکنوا بل ای ارن تقل کمثرا ابرد و او غیرها هم فی توا عزیز علی الهر الخلق ولا ترا برام سخت مردم رو ببینم اما تو امام زمانم و نبینم آقا عزیز علی الهر الخلق ولا ترا ولا اسمع لك عزیزا ولا نجوا عزیز علی انت تبکدونی البلوا ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي یعنی فدات بشم آقا جانم بنفسي انت من مغیب لم یخلو منا آقا درست پنهانی درست در غیبتی اما از ما دور نیستی آقا جانم بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا بنفسی انت من نازهم ما نزغ غنا بنفسی انت امنیت شائق یتمنا من مؤمن و مؤمنة ذکرا فهنا بنفسی انت من عقید عز لا يسامى بنفسی انت من افیل مجد لا يجارى بنفسی انت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسی انت من نسیف شرف لا يساوى الى متى اهار فيك یا مولا تا کی سرگردونت باشیم آقا
جانا إلى متى رفيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجواب عزيز علي أن أجاب دونك مولانا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العبيل والبكاء هل من جزوء فأصعد جزاء إذا خلا هل قضيت عينه فساغدت عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغدي فنذاب متى نرد منازلك الربية فنروى متى ننتفع من هذب مائك فقد طال الصداب متى نغاديك ونرابهك فنقر غينا متى ترانا ونراك کی میشم تو ما رو ببینی اما جمال نورانی تو زیارت کنیم آقا جانم متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نهف بك وأنت تؤم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وذقت أعداءك هوانا وإقابا وأبرت الأتاتا وجادت الهد وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وسول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمین. انشالله به همین زودی بیاد اون روزی که بگیم الحمدلله بالاخره آقامون اومد، مولامون اومد، هستیمون اومد، عزتمون اومد. اللهم انت کشاف الکرب والبلوا و الیک استعدی فعندک الادوا و انت رب الاخرت و الدنیا فاغث یا غیاث المستغیثین فاغث یا غیاث فاغث یا غیاث المستغیثین فاغث یا غیاث عبیدک المبتلا و ارئی سیده یا شدید القواب و ازلنو به العصا والجواب و برد غلیله یا من علی العرش السوا و من الیه الرجعا والمنتهى. اللهم و نحن عبیدک التائبون الى ولیک المذکر بک و بنبیک خلقته لنا اسمة و ملاذا و اقمته لنا قواما و معاذا و جعلته للمؤمنین منا اماما فبلغه منا تحیة و سلاما.
وزدنا بذلك يا رب اكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما واتمم نعمتك بتقديمك اياه امامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررات وعليه أفضل وأكمل وأتم بعد وما أكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمدها. اللهم فاقم به الهاد وأذهب به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بوجزته ويمكث في ظله وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيمة واستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده رقيا رفيقا هنيئا صائغا لا دمع بعده يا أرحم الراحمين.